السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم وصفه جميله جدا لمنع تصبغات البشره. في ناس بتلاقي في بقع بنيه كده بتيجي في البشره، بنلاقي بشرتنا شحبه، بنلاقي البشره بتأكسد. كل دي مشاكل احنا بنقابلها. طيب ايه الزيت اللي معانا النهارده؟ هو زيت فعلا عمل طفره الفتره دي، وهو زيت العرق سوس. في ناس كتير بتستغرب من ان زيت العرق سوس ان هو يعمل كل ده. لا، فعلا من الحاجات الجميله جدا اللي بتساعد بشرتك على ان هي تكون فيها حيويه، بتساعد البشره ان هي لو في تصبغات في البشره والكلام ده كله بتعمل على تفتيح البشره. طيب هنستخدمه ازاي؟ ودي برضو نقطة تكون مهمة. اي زيوت او اي وصفات طبيعية ما ينفعش ان احنا نستخدمها من غير ما نكون غاسلين البشرة كويس جدا جدا. لو احنا مش غاسلين البشرة وحطينا اي وصفة على البشرة، بدل ما تعالج للأسف هتضر. بتعمل رؤوس سودا وبتعمل مشاكل في البشرة. فاحنا لازم نغسل بشرتنا الأول بغسول يكون مفضل ليكي، أو على الأقل صابونة طبيعية. صابونة طبيعية زي صابونة الكركم ممتازة جدا لتفتيح البشرة، أو صابونة جليسرين. بعد كده بناخد قطنة ونحط عليها كمية من زيت العرق سوس، ونبدأ بطريقة الطبطبة كده على البشرة كلها. ممكن كمان اضافته او ممكن مسح الرقبة كمان في الوصفة بتاعتنا. بنسيبه حوالي ساعة على البشرة، وبعد كده بنغسل بشرتنا وبنرطبها. نعمل الروتين دوت. لو قدرتي تعمليه كل يوم مفيش منه ضرر. لو هتكسلي اعمليه يوم ويوم. لو مكسلة جدا هنعمله مرتين في الأسبوع. من الحاجات الجميلة جدا اللي بوصيكي بيها، وفعلا من المكونات الجميلة اللي فيها انت هتحسي بالنتيجة بإذن الله. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك